الموضوع اللي عندي والسؤال اللي دوم مطرح، انت كجزائري يوم تتكلم، وانا اعرفك ان اول جزائري اول ما يطلب قسط يبتدي لك بجمله انا جزائري حر. وحط لي تكلم على نفسك، تكلم على نفسك. اقطع الميكرو الاخ ولا غادي ننزلك ميكرو طابور يحترم الله يرضي عليك. تفضل. انا جزائري حر بين قوسين. ما ادري معيار الحريه عنده مقرون بشيء انا ما ادري به، ما ادري بمعيار الحريه، لان اذا نظرت من جهه ثانيه او طلعت للفضاء ونظرت لتحت تعرف منو الحر ومنو المستعمر. الشيء الثاني تسال سؤالي دوم مطروح. انا ضد الجزائريين في سياساتهم، مو بشعب كشعب مالي خص، التقيك في الشارع اروح وياك مقهى مطعم اي مكان مالي اشكال، بس سياستك ليش هو دوم تهجم على دول الخليج؟ لانه هو يسبح على بحيرات الغاز والبترول. نفس دول الخليج صارت عنده عقده من دول الخليج، يقول مع مخه الحين دول الخليج ليش متقدمه وحنا متاخرين. عنده منطق والله العظيم يا رضوان. الحين اذا شرحت لك السالفه انا بيني وبين نفسي قبل لا يحاورني جزائري بعطيك المنطق اللي هو مقتنع فيه ليش حنا ناجحين. بغض النظر اول منطق يقص عليه النظام الجنرالات اللي عندهم جوازات فرنسيه، يقول له وشو اذا الجزائري قبل لا يفكر الجزائري ليش هو فاشل يعطيه النظام شيء، يعطيه خطه بديله. تدري هذول اللي ناجحين في دول الخليج هذول عملاء، هذول مطبعين، هذول عملاء لبريطانيا وعندهم قاعده امريكيه وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا. انتم فاشلين ليش؟ لانكم احرار، لانكم امل فلسطين ولانكم احفاد الشهداء. هذا هو المنطق اللي عنده هو بمخه. بس اذا جيته من منظور ثاني تقول له بغض النظر عن الاشياء هذه، فرضا انا خاين وبايع القضيه، بس المواطن الاماراتي ينعم في نعم ونعيم لله الحمد. الاماراتي ما محتاج حد، الاماراتي مو هو اللي عايش 5 مليون بفرنسا. الاماراتي ما عنده مشاكل اساسيات الحياه، اساسيات العيش الكريم. الاماراتي ما عنده مشكله في الغاز ولا في البترول ولا غيره. وش يقول لك عشان هو يصدق انتم تاريخكم سطرين وبلادكم شبرين، عشان شي موزعين البترول بينكم. بس اللي ما يدش بمخه ان بلادي ان انا عندي مليارين وما عندي طابورين، هذا الفرق بيني وبينك. نعم. اذا الامارات تنتج 27 مليون برميل، انت تنتج 900,000. اذا انت عندك 47 مليون نسمه مفروض تنتج اكثر عن الامارات. احنا يلزمنا يد عامله، احنا ما ننتج عن الصافي، عن البيع، ما ننتج عن ما نتكلم عن البيع والشراء. وحتى المساحه اكبر، يعني عندهم حتى الاحتياطي اكبر من الاحتياطي ديالنا. الحمد لله ان في انسان استوعب فكرتي، لان الجزائريين احاول ادخلهم الفكره مليون مره ما يستوعب. اقول له ترى هذا الشيء لصالحك، انت تتكلم على اساس دوله قاره تسبح على البحيرات تحتك، عندك 47 مليون نسمه، مو محتاج يد عامله، عندك مفكرين ومبرمجين ومبردعين وعندك وايدين اللي عندك انت. الحين مفروض انت تنتج اكثر عن الامارات وتوزع بين الشعب. في الحين ان راتب المواطن الاماراتي 13,000 دولار وراتبك متوسط الدخل الفردي في الامارات 150 يورو، يعني ما يقارب فاتوره المواطن الاماراتي مال الجوال. فاين انا اعطيك سر نجاحي فعطني سر فشلك انت كجزائري، واتمنى من حد من الاخوان الجزائري يجيب بدون شخصنه المواضيع ويجاوبني على فكرتي وليس على شخصي. خلوني انا جاسم المطبع الخاين العميل اللي شارب بول البعير على قولتهم، والخرابيط هذه لا احد يقول لي اياها. تمام انا اعرفها، تمام انا ساكن في خيمه واشرب بول البعير وبعدين اعطيكم فوائد بول البعير، فاعطوني انتم فوائد الفشل. اوكي شكرا اخي جاسم، تبارك الله عليك.